في البداية بقول الحمد لله على المكسب النهارده وعلى الثلاث نقط. ثلاث نقط كانوا مهمين جدا لينا عشان نستمر في المنافسة على الدوري إن شاء الله. يمكن تحليل فني للمباراة لو اتكلمنا فيه هنلاقي إن احنا ما أديناش بشكل كويس الشوط الأول. دخل فينا هدف أو يمكن احنا أحرزنا في مرمانا هدف. صعب علينا الأمور شوية. الامور لما اتحسنت الشوط الثاني والريتم الاداء كان اسرع في الشوط الثاني من الشوط الاول، اعتقد ان ده فرق معانا. زائد الحمد لله التغييرات اللي احنا عملناها النهارده كانت تغييرات موفقه، قدرنا ان احنا نتعادل ونقدر ان احنا نحرز هدف الفوز. بقول الحمد لله، بشكر اللعيبه وبشكر الجمهور اللي ساندنا وما تخلاش عننا واحنا متاخرين بهدف. واعتقد ان شاء الله ان الفتره اللي جايه المستوى ان شاء الله باذن الله هيكون احسن، ونقدر نضمن ان احنا ان شاء الله نكون مستمرين في المنافسه باذن الله. اي سؤال من الاخوه الزملاء؟ يا ممدوح العويضي من عين اليوم. لماذا نشاهد الاتحاد دائم يعني يخفق في شوط ويتحسن في الشوط يعني، وما هو يعني سبب ضياع المدافعين؟ الكرات بين المدافعين دائما تكون يعني خطر على الاتحاد. ممكن اسال سؤال انا معلش؟ ايه كور الخطر اللي كانت على المدافعين النهارده؟ في تباعد بين المدافعين. لا معلش انا بسال سؤال. انت بتقول في مشكله في المدافعين، انا بسالك سؤال. ممكن تقول لي ايه الكور اللي كانت خطر على المدافعين النهارده؟ بس انا ما اقدر احدد لك بالوقت، لكن دائما اي لا مش هتقدر تحدد لي ان هو ما فيش ولا كوره. احنا حتى الهدف اللي دخل فينا احنا اللي جبناه في نفسنا. لما يكون في سوء لا معلش بالراحه بس، لما يبقى في سوء تقديم، بدل انا ما اطلع الكوره بقوه او ان انا مثلا اعتمدت على زميل جنبي ايا كان، لما يبقى في خطا في 90 دقيقه يا جماعه يبقى ما ينفعش كل مباراه نقول للمدافعين. معلش انا مع احترامي ليك ومع احترامي الكامل لرايك، انا سالتك سؤال، قلت لك ايه الاخطاء اللي كانت موجوده في المدافعين النهارده؟ انت ما ردتش عليا، فانا معلش يعني اعذرني. انا برد على سؤالك بسؤال. بس انا يعني النهارده انا شايف فريق الخليج النهارده، انا مش عايز اقول ان الدفاع بتاعنا كان كويس، يعني انا مش يعني ما يوصلكش كلامي ان انا بقول الدفاع بتاعنا كويس النهارده، لان فريق الخليج النهارده بنسبه 95% كان بيلعب مباراه دفاعيه، ما كانش علينا ضغط هجومي عشان اقدر اقيم المدافعين بشكل جدي. ولكن لما النهارده يحصل خطأ غير مقصود ده وارد بيحصل في كرة القدم في كل حته، فمش